بالنسبة لي اليوم شعوري هو جميل جدا، شعور الاتفاء بالخير ووصولي إلى هذه المرحلة يعتبر فوز بحد ذاته، وكما أتمنى يعني للتوفيق لإخواني جميع أخواني الشعراء. رحبوا معي ونسمع بأقوى تحية لعدنان الهيج من مديرية حبان. أهلا وسهلا بالشاعر المتأهل معنا طبعا من الحلقات الماضية، عدنان الهيج من مديرية حبان. كيف حالك يا عدنان؟ الحمد لله طيب. خير الحمد لله. ايش جهزت لنا من القصيدة لهذه الحلقة؟ إن شاء الله اليوم القصيدة عن الوطن. جميل جدا، بإمكانك تبدأ ونتمنى لك التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسي بالخير على لجنتنا الموقرة وعلى الجمهور الحاضر على المسرح والجمهور المتابع من وراء الشاشة. أبيات التحدي تقول: أنا شاعر وبحر الشعر عارف مده وجزره، أخوضه واسبحه من قد نويت اغطس بأعماقه، وأنا نجم الشعر لا والله إني يا عرب بدره، وأنا حبر القصيد اللي نقش فنه على وراقه، حروفي شامخة وأبيات شعري كلها حرة، وصوتي مال خصمي في صراعه لا دواء طاقه، على درب التحدي والتنافس عندي القدرة، أنافس دام وبراجي بدنيا الشعر عملاقة، وأنا ما جيت أدور مال أو أدور على الشهرة، وكنز الشاعر الموهوب عند العالم أخلاقه. قصيدة المشاركة تحت عنوان يمنا السعيدة، ويقول: يا سلام الله سلامي لكل دار وكل ديرة، في يمنا واليمن روحي وإحساس الضمير، اليمن من قد نواها بشربة تنهي مسيرة، تشرب الشجعان من دمه كما شرب العصير. يا بلادي للفدا راسي جعلته لك ذخيرة، والجماجم لجل عينك يوم صوبها تطير، سجلي عدنان جندي تحت أمرك يا أميره، ماسك الصف الأمامي مالي ومال الأخير، واليماني في حماية موطنه حدد مصيره، بالكرامة مرتفع راسه ولو يحيا فقير، بعد ما شفت المباشر في محطات الجزيرة، زاد شوقي يوم شاهدها على بث الأثير، شفت لقطة بالجمال المفعم الأرض الخضيرة، جننتني يا السعيدة لقلب قلبي كبير، مغترب وأصارع الواقع بأحلامي المريرة، وأدري إن الحلم والواقع إذا عشته مرير، مغترب وأصارع الواقع بأحلامي المريرة، وأدري إن الحلم والواقع إذا عشته مرير، وضعنا أصابه شلل نصفي مع حالة عسيرة، كل ما جينا لبا نقدم ونرجع نستدير، من مشينا نحسب الخطوة مع الواقع قصيرة، وثرها طالت وطبينا بمجهول المصير، يا وطننا وضعك المجهول عيشني بحيرة، والألم يجتاحني لو في الفتن شفتك أسير. يا وطننا وضعك المجهول عيشني بحيرة، والألم يجتاحني لو في الفتن شفتك أسير، أنت في دنيا شموخي يا وطن حاجة كبيرة، وانت في عمري شعور إخلاص ماشي له نظير، يا مشق الشاصك اللي على الوطن زاجي صفيره، قاهر الصحراء ولو فحط بها يصفر صفير، ادعس البنزين على الخامس معك والطم بقيره، ادعس البنزين على الخامس معك والطم بقيره، ولا يهمك للحرارة في على الشاشة تشير، شق للأنبي معك واستعذب بشيله شهيره، خطها أبو جن يوم الوضع متزم خطير، شق للأنبي معك واستعذب بشيله شهيره، خطها أبو جن يوم الوضع متزم خطير، ألفتها ملوك جنه في معانيها غزيرة، ودها تحقن دماء في موطنه ينزف غزير، قالها شاعر ألفتها ملوك جنة في معانيها غزيرة، ودها تحقن دماء في موطنه ينزف غزير، قالها شاعر ولا الشبوه وأشعاره خطيرة، عولقي هيجي وأبياته قد تهدر هدير، قل لهم يا قلب إنك للوطن سره وبيره، وإن تاريخ اليمن غالي ومن خانه حقير، قل لهم يا قلب إنك للوطن سره وبيره، وإن تاريخ اليمن غالي ومن خانه حقير،
وعلم وجيه الخباثة والوجيه اللي حقيره. لا نوت تلعب بنو مرة معي بصير زير، رغم طيبي في خفوقي خطها مليون سيرة. من يخاويني يقول انت شعق طيب كثير. وسلامتكم. صح لسانك، لا فضفوك ولا عاش حاسدوك. الشاعر عدنان الهيج من مديرية حبان. نستمع نحن وإياك الآن إلى رأي وإلى صوت أو إلى رأي أعضاء لجنة التحكيم. نبدأ أولا بالأستاذ محمد سالم الأحمدي. يقول أنت شعرك طيب كثير وأنت شاعر كبير. قصيدة جزلة وفيها من الأحاسيس الكثير، فيها صور شعرية متلاحقة. وادري أن الحلم والواقع إذا عشته مرير مقترب، وصارع الواقع بأحلام المرير. البيت هذا جميل، عجبني يا وطننا وضعك المجهول، عيشني بحيرة والألم يجتاحني لو في الفتن شفتك أسير. في معك هنا بيت أدعس البنزين على الخامس، معك ولطن بقيرة، معك واو زايدة في بداية الشطر الثاني. ولا يهمك، هو لو قلت لا يهمك مباشرة بدون حرف الواو بيستقيم الوزن أكثر، لأنه شعرت أن الواو هنا معك زيادة. عجبني البيت هذا، شق الام بي معك واستعذب بشيلة شهيرة خطها بوجن. من هو هذا بوجن؟ أنت. خطها بوجن يوم الوضع متأزم خطير. أيضا في معك بيت اللي هو ما قبل الأخير، وعلم وجيه الخباثة، أشعر الواو زيادة أيضا معك في الوزن. قصيدة جميلة وموفق يا عدنان، أنت شاعر جميل فعلا. شكرا للأستاذ محمد سالم الأحمدي. نستمع إلى رأي الدكتور مسعد مسرور. أهلا وسهلا بعدنان الهيج. الله فيك أكثر. بصراحة قصيدة رائعة جدا. وبالنسبة البيت التحدي، أقرأ لي البيت الأخير. أنا ما جيت أدور مال، أقرأ بصوت مرتفع. أنا ما جيت أدور مال أو أدور على الشهرة، وكنز الشاعر الموهوب عند العالم أخلاقه. حياك يا عدنان، بيت جميل جدا. بالنسبة لباقي الأبيات، شفت لقطة بالجمال المفعم الأرضي الخضير. أيوه. جنتني يا السعيدة لك غلا بقلبي كبير. أنت في دنيا شموخي يا وطن حاجة كبيرة، وأنت في عمري شعور إخلاص ما شيله نظير. بصراحة رائعة يا عدنان، وإلقائك جميل. أيضا وزن القصيدة أجمل كذلك، وقافية الصدر، وأيضا قافية العجز. وأتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا للدكتور مسعد مسرور. نستمع الآن لرأي الدكتور ناصر العيشي. مرحبا السيد عدنان. في المراحل السابقة أتحفتنا بقصائد جميلة جدا، وما زلت سائرا على الدرب نفسه. القصيدة هنا تغني بالوطن، وفيها شيء من الحماسة، وفيها شيء من الحكم، وقد جاءت مليئة بالعاطفة التي ارتسمت في صورها المختلفة، وهي صور جميلة جدا. في كل بيت منها فيها صور تعطي المعنى جلالة قدره. والجماجم لجل عينك يوم صوبها تطير، معنى عظيم لرسم المعارك بين أحباب الوطن وأعدائه. مغترب وصارع الواقع بأحلام المريرة، وادري أن الحلم والواقع إذا عشته مرير. عظيم جدا، معنى يرتبط بين الوطن والغربة، وفيه حلم على أن يكون الوطن خاليا من المرارة والمآسي. يا مشق الشاصك اللي على الوطن زاقي صفيرة، قاهر الصحراء ولو فحط بها يصفر صفير. ادعس البنزين على الخامس معك ولطن بقيرة، ولا يهمك لو الحرارة لا يهمك لو الحرارة فل على الشاشة تشير. ولا يهمك لو الحرارة فل على الشاشة تشير. شق الانبي معك واستعذب بشيلة شهيرة. خطها بوجن يوم الوضع خطها بوجن يوم الوضع متأزم خطير. أنت لا تعني بالمركبة هذه أو السيارة هذه السيارة المعروفة، أنت تعني بسيرة الجماهير نحو تحرير وطنها وإقالتها من عثراتها وما فيها من آلام ومآسي. معنى جميل أيضا. قل لها يا قلب إنك للوطن سر وبيرة. عظيم جدا، يعني معنى ممتاز. وأن تاريخ اليمن غالي ومن خانه حقير. عظيم جدا. أتمنى لك التوفيق، وأنت من الشعراء المتميزين. شكرا يا عادل. شكرا للدكتور ناصر العيشي.
نستمع الآن إلى رأي الأستاذ فهد الخليفي. حيا الله عدنان، حياك بقاب. أبدعت وأجدت. وضعنا صابه شلل نصفي مع حالة عسيرة، كل ما جينا لبا نقدم ونرجع نستدير من مشينا نحسب الخطوة مع الواقع قصيرة، وثرها طالت وطبينا بمجهول المصير وفالك البيرقة بدت. شكرا للجنة التحكيم، شكرا يا عدنان الهيج، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في الأيام القادمة. تحية لعدنان.